لو انت عندك ابنك بقى عنده سمنه وانت متضايقه، فانت ما تقلقيش، هو مش لوحده وانت مش لوحدك. احنا على 2016 كانت اتعملت احصائيه ان احنا عندنا 340 مليون طفل عنده سمنه، طفل ومراهق. وطفل ومراهق هنا النسبه السن من 5 سنين ل 19 سنه. فانت عارفه يعني ايه الرقم صعب جدا. ومن سنه 1970 لحد النهارده احنا معدلات السمنه بتزيد اضعاف الاضعاف الاضعاف. فهو الموضوع شائع، هي مش كارثه ولا حاجه، ولكن احنا يجب ان احنا نتعامل معاها معامله سليمه علشان تتعالج نهائيا، وما نفضلش بقى طالعين اب اند داون اب اند داون، شويه نتخن شويه نخس زي ما بيحصل مع كل مريض سم. بتفضل معاه طول الحياه يعمل رجيم هيخس، حتى وان كان الرجيم صحي لازم 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 غصب عنه هيكون مظبط اكله، وفي حاجات كتير بيمنعها وفي حاجات كتير بيخاف منها عشان ما ترجعلوش السمنه تاني، وده اللي احنا بنحاول ما نوصلش اطفالنا ليه. لما يكون عندي سمنة أطفال ما ينفعش أبدا أقول إن دي صحة وإن ده عز وإن هو كده جميل وهو قلبوزة ومش عارفة إيه وكل الكلام الكيوت ده، لأن هو فعلا مش حاجة كيوت ولا حاجة ولا عز ولا صحة، لا من قريب ولا من بعيد. لما يكون عندنا طفل عنده سمنة هو بيعاني من غير ما انتي تعرفي ومن غير ما هو أصلا يعرف، لو هو لسه مش مدرك المشكلة اللي هو فيها. لما بيكون الطفل مريض سمنة بيحطوا على أول طريق الأمراض الكتير المنتشرة اللي احنا بنسمع عنها دلوقتي، زي السكر والضغط والكوليسترول. والأوحش بقى من الأمراض دي هو الاكتئاب وعدم تقدير الذات. عدم تقدير الذات دي اللي بالنسبة لي بتكون كارثة، لأن هي بتكون سبب في تشويه تشكيل شخصيته. هو هيشكل شخصيته غلط، هيشكل شخصيته بناء على عدم تقديره لذاته. فالموضوع اكبر بكتير من مجرد ان احنا نقول الله ده طفل كيوت، ده خدوده، ده بصي كروشته عامله ازاي، والكلام اللي احنا بنقعد نقوله ده. طيب انا جايبه لك بقى 10 حاجات نقدر نعملها عشان نعالج الطفل ده من السمنه من غير ما هو يحس ان في مشكله، من غير ما هو يحس ان هو عنده مشكله واحنا محتاجين نحرمه علشان شكله يبقى لطيف زي بقيه الاطفال. لا، احنا مش هنحسسه اصلا ان في مشكله، احنا اللي هنتعامل مع المشكله دي بطريقتنا احنا عشان ما يحسش بضغط نفسي. يعني ما ينفعش احرمه، ما ينفعش احسسه ان في مشكله، ما ينفعش احسسه ان هو شكله او عنده مشكله مخليه مختلف شويه عن بقيه الاطفال اللي في سنه وهكذا. لا، انا هتعامل معاه طبيعي خالص، وانا متاكده باذن الله ان ال10 حاجات اللي انا هقول لكم عليها دي هتساعدك 100% ان انت تغيري طفلك للاحسن. انا مش عارفه ايه الدبانه دي الصراحه، ما علينا. اول حاجه، اوعي تفكري مجرد تفكير ان انت تخليه يعمل دايت او تذكري قدامه كلمه دايت او تقولي له اصل الدايت. مفيش، الكلمه دي مش مذكوره. نظام غذائي، دايت، كل الكلام ده ممنوع يتقال تماما، ممنوع. الاستراتيجيه الامثل لحل المشكله دي هي مجرد تغيير العادات السيئه. اي عاده سيئه كانت بتتعمل في الاكل على مدار اليوم احنا اللي هنغيرها. وطبعا انت الام، انت قويه، انت تقدري تغيريها وتغيري طفلك نفسه من اي عاده انت مش عاجباكي. وتاني حاجه، هو مش هيعمل ده لوحده، هو الحقيقه انت هتعملي ده معاه وهتديله احساس ان انت اللي بتعملي وهو اللي بيساعدك، ان انت محتاجه مساعدته علشان تقدري تعملي الحاجه اللي انت عايزاها. مش هتديله احساس ان يلا بقى انت هنظبط لك اكلك وانا مضطره اكل معاك نفس الاكل. لا، انت اللي بتعملي وهو اللي بيساعدك تعملي. يوجاتت. نبدا بقى ال10 حاجات بتوعنا. اول حاجه، ممنوع تماما ياكل قدام التلفزيون. كلنا حتى ككبار لما بنقعد ناكل قدام التلفزيون ما بنحسش بنفسينا وبنسرح في الاكل وبنلاقي نفسنا اكلين 3 4 ترغيفه. فاحنا مش هناكل قدام التلفزيون، وهنستحمل ده مع بابا وماما واخواته. محدش هياكل قدام التلفزيون. ده هيساعده يحس بالشبع اسرع وهيحس بالامتلاء اكتر. تاني حاجه، هو مفروض يمارس رياضه، ده طبيعي. طيب مش قادره تنزليه جيم، امشي معاه في الشارع. امشي معاه في الشارع، انت اللي هتمشي عشان انت محتاجه تظبطي عاداتك الصحيه ومحتاجه تدخلي نشاط رياضي على مدار اليوم، وهو اللي هيساعدك. مش انت نازله تمشيه، مش يلا بينا هننزل عشان تمشي عشان تخس. لا، انت اللي نازله عشان تخسي وهو مجرد نازل يساعدك كده بس مش اكتر، بيشجعك. تالت حاجه ودي مهمه جدا لان دي اللي هتحسسه بالشبع على مدار اليوم، وهي ان احنا هناكل من 5 ل6 وجبات في اليوم وفيهم 3 وجبات كاملين مكملين.
3 وجبات كاملين يعني فيهم بروتين فات كربوهيدرات والياف. هنقول مثلا ان ال3 وجبات دول فطار غدا عشاء، ال3 وجبات الباقيين هيكونوا سناكس. في مليون سناكس صحي، وانا هسيبلك في الديسكريبشن فرايتي كده السناكس الكتيره اللي تقدري تقدميها له، حاجات صحيه وطعمها جميل. وهسيبلك لينك لفيديو برضو تقدري تعمليه له كعصير، يعني كده سناك ما بين الوجبات. رابع حاجه لازم تجتهدي شويه، وانا عارفه ان اكيد في زي كتير، اكيد في ستات زي كتير ما ملهاش خلق للمطبخ، بس يعني هنحاول نجتهد شويه وندخل نعمل بنفسينا الحلويات والايس كريم والحاجات اللي هو بيحبها من بره، انا هعملها له بطريقه صحيه جوه البيت. دي مهمه جدا، لان دي اللي هتساعده مع الوقت ينسى الحلويات والحاجات بتاعت بره، وان انت بتعملي حاجات جميله لذيذه. طبعا هنتشطر وهنحاول وهنجرب وهنتعلم لحد ما نوصل ان احنا بنعمل حاجات طعمها جميل الولاد يحبوها. خامس حاجه، ما تدخليش البيت كل ما لذ وطاب وتقولي له لا اصل انت يا حبيبي عامل دايت فمش هينفع تاكل، او اخواته ياكلوا هو ما ياكلوش، او انت وبابا تاكلوا وهو ما ياكلش. كل ده ممنوع تماما. الحاجه لو دخلت البيت لمناسبه لاي ظرف ما، لو في حاجه في البيت انت عارفه ان الحاجه دي هتخنه او مش هينفع ياكلها لان انت بتغيري له عاداته الصحيه، بس الحاجه دي اتوجدت في البيت فهو لازم هياكل منها زيه زي اخواته زيك زي بابا. على نفس اللاين بقى لو رحنا عيد ميلاد، لو رحنا مناسبه والناس كلها قاعده بتاكل وانت بتاكلي واخواته بياكلوا، ما ينفعش تحرميه وتقولي له اصل انت عامل دايت، لا اصل كفايه كده، هياكل زيه زيكم. 6، شجعيه على شرب الميه، حتى وان كنتي انت بتنسي الميه، فالطريقه اللي انا هقولها لك دي هتخليكي ما تنسيش الميه. هتظبطي منبهك كل ساعه، ستوب ووتش او منبه او ايا كان، كل ساعه المنبه يرن تقومي تشربي الميه. هتجيبي كوبايتين ميه، تديله كوبايه في ايدك وكوبايه في ايده، تديله كوبايه في ايده وكوبايه في ايدك، وتقعدوا تشربوا الميه مع بعض. تشربي الميه قدامه، تشربي الميه قدامه، ودي مهمه. هتجبريه يشربها بالطريقه دي. هو كده شرب كل ساعه كوبايه ميه، هتساعده جدا على الامتلاء وعلى ان هو ما يبقاش عنده شهيه طول اليوم للحاجات الحلوه. رقم 7، هندخل الخضار على قد ما نقدر في اكلنا. لازم كل وجبه هتتحط قدامه زي ما قلت لكم يكون فيها الياف وخضار. طيب ممكن طريقه تانية، ممكن طريقه العصير الاخضر. اعملوه بالفاكهه، اعملوه مثلا كيوي، تفاح اخضر مع الخضروات اللي انت عايزه تحطيها، هيكون طعمه حلو. مع معلقه عسل نحل هيبقى طعمه عظمه، وهيشربه وهيبقى حاسس ان هو بيشرب سموزي كده طعمه لذيذ، هيحبه، هيحب طعمه، خصوصا انت هتحطي فيه سكر، مش هتشربه له من غير سكر زي ما احنا ما بنعمل. رقم 8 دي بقى مهمه، ودي لما انا اتكلمت في الموضوع ده مع الناس عندي في الجيم فهمت نقطه، فهمت ان لما بيكون في عصير في البيت هو الطفل بيفضل رايح جاي بقى على العصير. نديله كوبايه، طب بعد الغدا نحلي بكوبايه، طب مش عارفه ايه قبل ما ينام تاخد لك كوبايه، باعتبار ان العصير حاجه صحيه لو عصير فريش في البيت. يعني هو العصير حاجه صحيه ومكوناته اكيد حاجه صحيه لانها فاكهه ولبن، اوكي ما اختلفناش، ولكن ده بيكون مره واحده بس في اليوم. اللبن سكر، والعصير ايا كان نوع الفاكهه، جوافه، فراوله، ايا كان نوع الفاكهه، تفاح، ايا كان ايه هي، فهي سكر. ولما بتتعصر سكرها بيزيد اضعاف اضعاف اضعاف. فمن فضلك لما يكون في عصير فريش في البيت هي مره واحده بس في اليوم، وطبعا اكيد هيتاخد كسناك ما بين الوجبات. طيب بالنسبه للبن، هي كوبايه لبن واحده، وانتي بتظبطي اليوم ده هتعملي ايه بكوبايه اللبن دي. هتشربيها له كده زي ما هي، هتعملي له بيها كوبايه، هتعملي له بيها ايس كريم، هتعملي له بيها هوت شوكليت، هتعملي له بيها مكرونه وايت صوص. هي كوبايه لبن واحده في اليوم، وهتتوظف في صنف واحد بس. البطاطس استغليها احلى استغلال. البطاطس من الحاجات اللي الاطفال بيحبوها جدا، وهي اصلا من الوجبات الهاي ساتايتي سكور المشبعه جدا جدا ومرضيه في نفس الوقت، اللي هي طعمها حلو وهم بيحبوها. فاحنا هنحاول ندخل البطاطس على قد ما نقدر. ممكن نعمل بطاطس مشويه، ممكن نعمل سلطه بطاطس بنحط عليها حاجات كده تخلي طعمها لذيذ. ممكن نعمل، في ناس لو تشوفي طرق على يوتيوب، على انستجرام، على تيك توك، هتلاقي طرق كتير للبطاطس زي البطاطس المقليه بس بطريقه صحيه. فاستغلي البطاطس احسن استغلال. اخر نقطه بقى، ودي حاجه مهمه جدا بالنسبه لي، وهي القعاد. حتى وان نزل جيم اتمرن، حتى وان انت خدتيه يمشي على البحر مثلا ساعه، او خدتيه يمشي في الشارع ساعه، حتى وان هو انت حسيتي ان هو عمل نشاط بدني، لا، النشاط البدني اللي على مدار اليوم اهم بكتير من النشاط البدني اللي بيكون في ساعه واحده.
فهو هينزل يمشي لمده ساعه، بس على مدار اليوم هو مش قاعد طول النهار بياكل وقاعد، حتى وان كان الاكل صحي. لا، احنا بنتحرك، بنقعد شويه نلعب جيم بتاع، بس لازم هنتحرك. قوم ناولني كذا، النهارده هننظف البيت مثلا، انت هتعمل حاجه وانا هعمل حاجه، انت عليك كذا وانا عليا كذا، تعالى اقف معايا وانا بعمل مش عارفه ايه في المطبخ، وهكذا. انا قلت ال10 حاجات المهمه جدا اللي هتساعدك، انا متاكده انها هتساعدك في تغيير طفلك وعادات اكله. وانا متاكده كمان انها هتساعدك انت كمان لو انت بتعاني من زياده وزن او عايزه تخسي، فهي هتساعدك انت كمان، لان انت مضطره تشاركي ابنك او بنتك الكلام اللي انا بقوله ده. دلوقتي انا هقول لك على كام صنف لازم يدخلوا في وجبات ابنك. اول حاجه الافوكادو، الكيوي، ولو اتعملوا عصير سموزي مع بعض بيكونوا عظمه جدا. تالت حاجة المكسرات، لو مش قادرة تجيبي مكسرات يبقى سوداني. رابع حاجة الأسماك، وخامس حاجة الأسماك ودي حاجة مهمة جدا. سادس حاجة ودي أهم من كل حاجة وهي المية، وزي ما قلتلك الطريقة اللي أنا قلتلك عليها دي اعمليها، وهتحسي ان انت كمان حتى لو بتنسي المية مع مشاغل اليوم هتلاقي نفسك بتفتكريها. وبس كده، يا رب اكون بفيدكم. وحد ما يعرفنيش، انا كابتن داليا، مدرب معتمد من الاساسي واخصائي تغذيه رياضيين، وقريب جدا هكون اخصائي تغذيه علاجيه كمان. ادعوا لي بس انجز في الشهاده اللي انا بدرسها دلوقتي لانها صعبه جدا. وبس كده، باي باي.